السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي وكل اللي بيشوفونا لأول مرة. ازاي تهتمي بعنايتك لجسمك وتشوفي منه نتيجة وفرق مع الوقت والاستمرار، واهم حاجة الاستمرار، عشان لو عايزة نتيجة سحرية فهقولك سوري الكلام ده صعب تلاقيه في يوم وليلة. ولو هتشوفي فيديو زي ده وتعملي الخطوات اللي فيه واللي انا هقولك عليها مرة واتنين وبعد كده تبطلي وبعدها بشهر تيجي تعملي نفس الخطوات دي وتقولي ما لقيتش نتيجة، فهقولك برضو سوري ما ينفعش، لانك مش هتلاقي نتيجة خالص لانك ما استمرتيش على الروتين ده. فده اسمه روتين. روتين يعني استمرار، ولازم عشان تشوفي نتيجة من الحاجة تستمري وتواظبي عليها علشان تشوفي النتيجة اللي انت مستنياها. قبل ما ابدأ الفيديو عايزة بس سريعا كده اشكر كل الناس اللي هي سايبه التعليقات اللي قدامكم دي، انا بجد بشكركم جدا وبرحب بيكم جدا، واهلا وسهلا بيكم في قناتي، وان شاء الله دايما كل الفيديوهات اللي انا بنزلها تعجبكم. وطبعا بما ان الفيديو ده نازل في العيد فكل سنه وانتم طيبين، عيد مبارك علينا وعليكم وعلى كل الامه الاسلاميه. يلا بينا دلوقتي نبدأ الفيديو. خلينا نبدأ دلوقتي بأول خطوة وهي أهم خطوة في الروتين بتاعنا، وهي إزالة الشعر من الجسم بالكامل. وطبعا إزالة الشعر ليها طرق كتير جدا، فأنا بقولك الطريقة اللي انت تفضليها ومشيتي عليها وارتحتي عليها هي دي اللي انت هتتبعيها. خليني ألفت نظركم برضو لحاجة مهمة جدا يمكن مش كتير يعرفها، وهي ان نمو الشعر في الجسم بيختلف من منطقة لمنطقة، من مكان لمكان في جسمك، يعني حتى شكل الشعراية نفسها وسرعة نمو الشعراية. اللي بتعمل ليزر هو اكيد بعد ما تعملي ليزر مش هينفع تستخدمي سويت خالص، لازم اصلا تعملي شيفنج. لكن لو هتعتمدي اعتماد كلي على الشيفنج على طول باستمرار في كل الاماكن في جسمك، احيانا بيكون بعدها بيبقى الشكل سيء جدا والملمس برضو سيء جدا، واحيانا بيبقى فيه لون غامق من كتر استخدامك للشيء. عندك مثلا منطقة الاندر ارم يفضل فيهم الشيفنج فعلا الا لو بتعملي ليزر زي ما قلتلك، ان المكان بيغمق وفي نفس الوقت نمو الشعر فيه بيبقى شكله سيء جدا. مثلا الايد والرجل لو عملتي برضو فيهم هو سهل وتمام وسريع اوكي، بس بعد كده نمو الشعر وسرعة طلع يعني سرعة ان هو يطلع بيختلف لو استخدمتي حاجة تانية. فطبعا انت تقدري تختبري جسمك كويس، لان انا مش هقدر اتكلم في الموضوع ده بأريحية كده. فاحنا عندنا اكتر من طريقة واكتر من وسيلة. عندك اول حاجة طبعا السويت، وعندك بعد كده الشمع، ده طبعا جهاز الشمع اكيد طبعا كتير يعرفوه. وفي برضو من حاجات ازالة الشعر دي شايفة انها سهلة وكويسة وبرضو حل حلو جدا وسريع، وهي البراون. البراون برضو غير الشيفنج يا جماعة، في قطع فيها بيكون فيها مواس، لكن في قطع تانية بتكون عبارة عن ملاقيط، فطبعا الملاقيط بتكون افضل لانها بتشيل من الجدر. وطبعا برضو زي ما قلتلك الحاجة اللي انت تفضليها. وفي برضو اكيد الشيفنج اللي الناس دلوقتي كلها طبعا بتستسهله، شكلها لطيف كده مبدئيا، لان الراس اللي فوق دي بتتفك وبيتركب مكانها واحدة تانية، لان هي معاها من جوه 4 قطع تانيين مختلفين، انك تفك الراس وتركبي حاجة بدلها. دلوقتي هندخل على تاني خطوة معانا. انا طفيت الشمع لان الشمع ساح وبهدل الدنيا، مع ان كان مدي شكل لطيف قوي بس الدنيا ساحت قوي على الاخر. تاني خطوة معايا وهي السكراب. لازم تعملي سكراب لجسمك بشكل اسبوعي. ليه خطوة السكراب مهمة؟ لانه بيشيل كل خلايا الجلد تماما من على الجسم. في ناس احيانا بتعاني من ان في شعر بيكون تحت الجلد مطلعش، فده بيحتاج سكراب، يعني تفركي جامد كده فيه شوية علشان الشعر ده يخرج وتعرفي ان انت تزيليه كويس. لو انت عندك الموضوع صعب شوية فانت ممكن تعملي السكراب ده قبلها باسبوع. ليه؟ علشان تعمليها مرة واتنين وتلاتة علشان يكون ايه، نعرف نخرج الشعر ده، ولما نيجي نعمل موضوع ازالة الشعر يتشال بشكل كويس. نقدر نعمل السكراب ده بايه؟ خليني بس اكلمكم الاول على الليفة المغربية. الليفة المغربية دي ممتازة في انها تعمل سكراب، ولكن هي خشنة شوية. انت تعمليه كل اسبوع. كل اسبوع ده انا كده بهلك الجلد بتاعي، برضو لازم اتعامل بطريقة لطيفة مع جسمي علشان خاطر بدل ما اخليه شكله كويس ابوظه. افضل ان الليفة المغربية تستخدميها مرة كل شهر. في برضو اللي هي
الفرشة دي للجسم، وبرضه هي حلوة جدا ان انت تعملي بيها سكراب لجسمك بشكل اسبوعي، لانها اكيد الطف واخف على الجسم من الليفة المغربية. ممكن تعمليها على الناشف، ويفضل طبعا تعمليها على الناشف. زائد ان انا لقيت منها حاجة حلوة قوي، وهي انها بتفتح شوية الاماكن الغامقة في الجسم. طبعا في كتير مننا بيعاني من موضوع ان الركب بتكون غامقة شوية، او كوع الايد يعني بيكون برضو غامق شوية. فدي انت ممكن تستخدميها في الاماكن دي بشكل زيادة شوية، فعلا بتخلي الجلد ناعم، وفي نفس الوقت بتديله تفتيح. ومش اقولك التفتيح بيكون واو فظيع، لا، مع الاستمرار هتلاقي نتيجة مرضية. مش هقولك برضو انها نتيجة قوية جدا، وطبعا ده على حسب درجة لون الجزء الغامق عندك. في حاجة بسيطة وفي بيبقى غامق جدا، ممكن يحتاج لحاجات اكتر من كده بشوية. في حاجة كمان، الليفة الطبيعية بتاعتنا اللي احنا بنستحمى بيها، اللي هي الليفة العادية دي، تقدري تخلي جزء مخصص كده صغير، ممكن برضو تعملي بيها سكراب الاماكن الغامقة اللي انتي متضايقة من شكلها. دي حاجة طبيعية وحاجة قديمة وبدائية جدا، ولكنها فعلا فعالة جدا. نيجي للسكراب بتاعنا، وهو اللي هو بقى السكراب اللي فيه حبيبات. ستاركي طبعا معروف وكتير اتكلمت عليه وكتير ناس اتكلمت عليه. انا اصلا بحب السكراب ده جدا لان هو فعلا حلو جدا، لكن من ستاركي افضل نوع فضلته كان اللي هو بالايس كريم. اعتقد ان انا همشي على الايس كريم بعد كده. حبيباته حلوه جدا انها تعمل سكراب على الجسم، وبيخلي الجسم ناعم جدا جدا جدا. وبرده ده تستخدميه بشكل اسبوعي، مفيش سكراب ابدا تعمليه كل يوم لجسمك، انت كده بتدمري جسمك. نيجي دلوقتي للخطوه اللي بعد كده، الثالثه تقريبا، وهي رجل. لازم تهتمي برجلك من تحت وبكعب الرجل كده، وعشان الجزء ده مع الوقت طبعا بيخشن وبيشقق وبيبقى فظيع وشكله مش احسن حاجة. هتعملي ايه؟ هتستخدمي مبرد للرجل مرة كل اسبوع في الشاور بتاعك. هتستخدمي مبرد للرجل زي ده، هتعملي بيه رجلك كويس. فعلا لازم تبرزي رجلك، لان زي ما قلتلكوا ده اكتر مكان بيتأذي، بيتشقق، بيخشن، وفي ناحية ناعمة شوية، عشان بعد ما تعملي مثلا بالناحية الخشنة دي تقومي عاملة بالناحية الناعمة. زائد ان انا عايزة اقولك يفضل ان انتي في الشقة تكوني لابسة في رجليكي شبشب، يعني اعزكم الله، لان ده فعلا بيفرق جدا جدا جدا. لو انتي ماشية كده على الارض، حتى لو على السجاد وناعم، فعلا بتخشن، الجلد كده بتلاقيه مقشر، وحتى ممكن يتعبلك رجلك جدا. وكمان الحجر الطبيعي اللي احنا عارفينه القديم، انصحكم ان انتوا تجيبوه، لان ده احلى من اي مبرد واحلى من اي حاجة تانية حقيقي فعلا، لانه ممتاز. ده تقدري تستخدميه برضو مرة كل اسبوع او مرتين في الاسبوع. مرة كل شهر هتعملي روتين عناية لرجليكي برضو، زي ما بنعمل لايدينا كده بديكير ومانيكير والحاجات الحلوة دي كلها، هنعمل برضو لرجلينا بديكير عناية شهري. المبرد بتاع الرجل حلو جدا 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 فعلا، يعني بصراحة طبعا بتكوني افضل حاجة ان انتي تستخدمي، يكوني طبعا في الشاور رجلك كلها بتكون مليانة مية، بتقعدي مدة كويسة. فاحنا هنا الرجل بقت لينة وطرية، اقدر ان انا استخدم بعد كده، ويبتدي ان هو يبرد وينزل كل الجلد الميت اللي في الرجل. حلو قوي. مع طبعا انك تقص ضوافر رجلك. يا جماعة بليز قصوا ضوافر رجليكوا. مش فاهمة ازاي الناس بتحب تربي ضوافر رجليها. ضوافر ايدك ربيها، لكن رجليكي طب مش منطقية خالص. فمن الاشيك والاحلى والالطف انك تقصي ضوافر رجلك. في جلد برضو بيكون زياده حوالين الضوافر بتاع الرجل، شيليه. خلاص عملنا كل حاجه صعبه المفروض انها بتتعمل يعني ومرهقه جدا. دلوقتي هنخش الحاجه العاديه اللي هي بنعملها الطبيعيه يعني، وهي الشاور بتاعك اصلا اللي انت بتاخديه، الاستحمام اليومي. احنا عشان في الصيف فبقولك طبعا كل يوم. الشاور اللي انت تفضليه، يعني الشاور اللي انت بتحبي تستخدميه. كلمتكم عن الشاور اللي انا بحب استخدمه، اللي هو بتاع اللي هو اسمه ايه، نسيت والله، فروتي ميلكي من ماي واي. الشاور ده بجوز الهند، انا طبعا بحبه جدا واتكلمت عنه في ماي واي، فمش هتكلم عنه اكتر من كده. في النوع التاني اللي هو الفراولة، بصوا من كتر حبي فيه لقيت مرة ماي واي كده نزلت عليهم عرض حلو قوي. الاتنين دول جبتهم ب45 جنيه، يعني الاتنين بتمن واحد، فكانت فرصة بالنسبة لي. حتى هم طبعا زي ما انتوا شايفين لسه مقفولين. انا بحب الشاور كريم مش الشاور جيل.
لانه بيخلي الجسم ناعم مترطب، غير ان ريحته ورغوته ملهاش حل بالنسبه لي عشان كل يوم يعني. ففي ده كنت جايباه قبل كده برضو من ماي واي، ريحته حلوه جدا جدا جدا، فريش قوي. وزي ما انتوا شايفين يعني خلاص فاضل فيه شويه صغيرين. ده حلو لايه؟ لكل يوم، يعني انت داخله تاخدي دش كده عايزه ايه؟ ريحه لطيفه خفيفه، فهتستخدمي حاجه زي دي. بصوا بشكل يومي دي ليفه عامله زي الفرشه بتاعت السكراب اللي انتوا شفتوها الاولانيه، ولكن بصوا دي ناعمه، الملمس بتاعها انعم من الاولانيه بكتير. فدي حلوه ولطيفه على الجسم ان انت تستخدميها كل خطوه معانا، وهي ختامها مسك. يعني لازم طبعا بعد كل الحاجات اللي احنا عملناها، وهو الترطيب. اللوشن بيكون اخف كتير من الكريمات بتكون تقيلة قوي على الجسم، فاللوشن بيكون خفيف. وبرضو انت تقدري تشوفي ايه اللي في جسمك محتاج يتحط له مرطب وايه اللي مش محتاج. الكريمين دول من ماي واي اكتر حاجه بفضلها في الترطيب، وحبيتهم جدا واتكلمت عنهم كتير قوي برضو في مفضلات ماي واي. لكن ده فعلا حلو جدا في الشتاء، وحلو جدا في الصيف برضو لانه خفيف والبشره بتمتصه بسرعه كبيره، وترطيبه في نفس الوقت عميق. يعني هو في حاجات كتير حلوه بصراحه. الفيديو اللي قبل ده على طول كلمتكم عن الزيت ده، انا كنت لسه جايباه اللي هو بتاع فاتيكا، كلمتكم عليه هو ليه حلو ويستاهل التجربه. شوفوا الفيديو بجد ان شاء الله هيفيدكم. انا على طول بستخدم جونسون اساسي، معايا جونسون وبحب جونسون جدا. مهم قوي الزيوت دي بعد الشيفينج، لان انت لازم، او بعد اي ازاله يعني للشعر، لان لازم ترطبي جسمك كويس. وخصوصا بقى لو في ناس اصلا بشرتها حساسه فهي لازم تستخدم زيوت. لكن نصيحه ااكد عليها، بلاش تستخدموا الحاجات اللي هي فيها روايح او الحاجات اللي زي دي في الاماكن الخاصه، لانها غلط جدا جدا، ممكن تعمل مشاكل فظيعه. باديكير للرجل اللي انا اتكلمت عنه قلنا هيبقى فيه ترطيب، طبعا لازم يكون فيه ترطيب بعديه. انا بحب المرطب ده جدا من ماي واي، حلو قوي وترطيبه حلو قوي بجد، بيرطب بشكل عميق وحلو جدا فعلا للترطيب. وفي اللي هو الكريم بتاع كعب الغزال اللي هو الاحمر اللي لونه احمر، عشان خاطر تخلي كعب الرجل احمر وشكله حلو وجميل جدا. وممكن على فكرة كمان تستخدميه على كف الايد من هنا بحاجة خفيفة، بيدي برضو لون حلو قوي. لترطيب الايد، الكريم بتاع كير اند مور ده كلمتكم عنه برضو في نفس الفيديو اللي فات، خفيف عشان تستخدميه لايديك، لان ايدك لازم تكون طرية وناعمة وشكلها كده حلو كده وحيوية. العناية الكاملة بالايد ده ليها فيديو لا فيديوهين عندي على القناة، واحد ازاي تعملي باديكير وازاي تطولي وتظبطي ده، واخر حاجة بعد كل الحاجات دي وهو بادي ميست لطيف يكون معاكي غير البرفان خالص. ده هترشي منه كل شوية، ريحته فريش منعشة حلوة قوي في الصيف وفي الشتاء. كده يا حلوين خلصنا فيديو النهاردة، اتكلمت اهو عن كل حاجة تخص العناية بالجسم. وده الانستجرام بتاعي، اللينكات كلها في الديسكريبشن. اقول لكم السلام عليكم، ويلا بينا نشوف معلومة فيديو النهاردة بتقول ايه.